السلام عليكم ورحمة الله. أنا بس عايز أبلغ كل اللي مهتم إن هو يكون معانا في المدرسة التربوية، وإحنا دلوقتي في مدرسة الحياة. الدورة دي مهمة جدا يا جماعة، وهنبدأ دلوقتي في عنوان مهم جدا وخطير جدا. بعد ما خلصنا وفي مدرسة الحياة احنا ماشيين في الحياة، فأول عنوان كان مسألة بقى الأكل والشرب والعزومات والحاجات اللي البدن يقوم بيها. بعد كده اتكلمنا عن الزواج والطلاق والحقوق والمعاشرة بالمعروف عشان خاطر الحياة هتستمر بيها. بعد كده اتكلمنا عن الكسب والشغل والحلال والحرام والشغل بتاعك ازاي ان انت بجد تعمل شغل كويس وفي نفس الوقت تحافظ على دينك، لانك مش هتعرف ان انت تستمر في الحياه من غير ما تعمرها وتكسب الحلال، لان انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بده. طيب، هنبدا في ايه دلوقتي؟ عنوان رقم 4 هنتكلم عن آداب الخلطه. انت بتتعامل مع الناس، تكلم الناس، تعاشر الناس، تتفاهم مع ده وتروح لده وتعترض على ده وتتكلم مع ده. الكلام مع الناس ومعاملة الناس ومخالطة الناس لها آداب. عشان تكون ناجح في دينك انت محتاج ان انت تعرف تعامل الناس ازاي. فاحنا هنتكلم عن 5 عناوين مهمين جدا تحت العنوان الاكبر ده. هنتكلم عن ان مفتاح النجاح الاجتماعي ده الاخلاق الحسنه، وان بيترتب عليه حاجه عظيمه جدا جدا، يترتب عليها ان انت تكون في ظل عرش الرحمن وان انت تدخل الجنه باذن الله. رقم 2، وانت بتعامل الناس هيبقى في مخالفات مع وجودها عند الناس. طيب، فده عنده كفر هتعامله ازاي؟ طب ده عنده بدع هتعامله ازاي؟ طب ده عنده معصيه هتعامله ازاي؟ فدول حالات كل واحده فيها تحتها حالات، وكل واحد هتعمل معاه ايه. ده رقم 2. رقم 3، في ناس بقى انت بتختارها، يعني دول الناس بتعاملهم لان هم موجودين في الحياه. في ناس بتختارها، اللي هم مين؟ اللي هم الصحاب. شروطهم ايه؟ تصاحب مين؟ ادي عنوان. اللي بعديه حقوقهم ايه؟ ادي عنوان. بعد كده اخر حاجه حقوق سائر الناس ايه؟ اللي هم مين؟ اول حاجه الارحام، بعد كده الجيران، وحقوق بقى سائر المسلمين، حتى الناس اللي بتشتغل عندك. ممكن يعني هو بيتكلم عن العبيد، احنا هنتكلم عن الناس شغاله عندك. فامر مهم جدا ان زي ما انت بتعرف تعبد ربنا سبحانه وتعالى، زي ما انت بتعرف تعمل حاجات عبادات تتوجه بيها لله عز وجل، لازم تبقى عارف ان مخالطة الناس انت محتاج ان انت تضبطها بشرع الله عز وجل، عشان لما تضبطها تبقى في الاخر ماشي حتى في المعاملات دي بما يرضي الله جل في علاه. فتكون جوه المسجد في عبادة، وتكون بره المسجد وانت بتتعامل مع الناس برضو في عبادة. فيا رب علمنا واستعملنا ولا تستبدلنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.